السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا فيكم لسفير. هذا يكون ملخص جديد من حكاية البنت كانغ، فإذا أنت ما شفت الأجزاء الماضية من هذه الحكاية بإمكانك إنك تشوفها بالقناة. وبس ما أطول عليكم أسيبكم على الفيديو ونكمل من بعد ما كانغ وهيون تعاونوا مع بعض الأشخاص، واللي عرفنا في النهاية إنهم يكونون مجموعة مكونة من النباشين. وعلى طول يبدأ هيون إنه يعرفنا عليهم، وهو يقول إن النباشين هذول يكونون هم أشخاص يعيشون على سرقة قصص الآخرين، وهذا عن طريق إنهم يتبعون الجامعين إلى داخل الزنزانات. والسبب اللي يخليهم يسوون هذه الأشياء هو لأنهم يواجهون الكثير من المصاعب في أنهم يقاتلون الوحوش اللي بداخل الزنزانات، لكنهم في نفس الوقت يبون يجمعون النقاط وكمان يحصلون على العناصر. فتقول لها البنت كانغ باستغراب هل معنى هذا الشيء إنهم ما جو عندنا غير عشان يسرقون القصص حقتنا؟ فيقول لها هيون بصراحة راح أقول عنهم قديسين إذا كانوا راح يخلون الموضوع ينتهي فقط عند السرقة. وعلى طول يبدأ إنه يعرفها إنها من بين النباشين مو بس فيها اللصوص لوحدهم، بالحقيقة ترى القتلة منتشرين بينهم أكثر بكثير من اللصوص، وعلى الأغلب إن الأشخاص اللي جو عندنا من شوي يكونون من النوع الثاني. فتقول لها البنت كانغ إذا كان هذا هو رأيك فأنا بالفعل أعتقد إنها تكون هي الحقيقة، لكنها في نفس الوقت تسأله وهي تقول له كيف عرفت حقيقتهم بهذه السرعة؟ والملوك هم كمان يستغربون من هيون كيف عرف حقيقتهم بهذه السهولة. فيقول لها هيون هل تتذكرين الكلام اللي قالوه في البداية بإنهم حاولوا الصيد لكنهم لقوه صعب على أربعتهم، وبنفس الوقت إذا ركزت على ملابسهم فرح تلقينها بالمرة نظيفة على أشخاص حاولوا إنهم يصيدون من شوي. ويذكرها إن هذا المكان يكون مستنقع مليان بالوحل والموية فيه توصل إلين الكاحل، وأقل حركة تسوينها راح تخلي الطين تناثر في كل مكان. والخلاصة هي إن إذا أي حد تقاتل في هذا المكان فأكيد إن ملابسه راح تتوسخ بالكامل. وكمان يقول لها ما تلاحظين إنهم جالي عندنا بدون ما يترددون، وكمان مثل لو إنهم ما يعرفونه، وحتى لو إنهم ما كانوا يعرفونه فمو من الغريب إنهم يقتربون من أشخاص غرباء ويطلبون منهم إنهم ينضمون لفريقهم. فعلى طول تبدأ البنت كانغ إنها تسأل باستغراب وتقول لهيون طيب إذا أنت كنت تعرف إنهم يمتلكون نوايا سيئة من البداية فليه وافقت على عرضهم؟ مو بكان من الأحسن إنها نتجنبهم ونبتعد عنهم؟ لكن هيون بالمرة ما يعجبه كلام البنت كانغ، وعلى طول يقول لها طيب وين راح يكون المرح في الموضوع؟ وعلى طول بعدها يلف على الملوك وهو يقول لهم إن احنا الحين نمتلك بعض الأشرار في هذا المكان، وهذول الأشخاص بالمرة ما يبون إنهم يظهرون نواياهم الحقيقية، وفي نفس الوقت يخفون سكاكينهم وراء ظهورهم. وعلى طول يبدأ إنه يسألهم وهو يقول لهم إذا واجهتم أشخاص مثل هذول فهل راح تتجنبونهم؟ إذا كنتم في مكاننا فهل راح تقبلون إنكم تكونون مجرد ضحايا سهلة؟ فعلى طول يقولوا له الملوك إنها بالمرة ما راح نتسامح مع مثل هذول الأشخاص، وفي نفس الوقت يطلبون من البنت كانغ وهيون إنهم يسحقونهم بالكامل. فيبدأ القديس ميشيل إنه يتكلم هو كمان ويقول لهيون بالمرة لا تتساهل معاهم. فعلى طول يقول لهم هيون بما إننا الحين كلنا اتفقنا فرح تكون الخطة هي إنها نتظاهر بالضعف، لكن في الوقت المناسب راح نبدل الأدوار. فعلى طول تبدأ البنت كانغ إنها تسأل هيون بخوف وهي تقول لها هل بالفعل تعتقد إنهم راح ينخدعون بهذا الشيء؟ فعلى طول يقول لها هيون هل تعرفين مين يكونون هم الأشخاص اللي ممكن إنك تخدعيهم بشكل أكبر؟ يا كانغ أكثر الأشخاص اللي ممكن إنك تخدعينهم يكونون هم الأشخاص اللي يعتقدون إنهم يعرفون كل شيء. وبالفعل بعدها يمر الوقت وننتقل إلى مكان ثاني عشان نشوف هجوم على واحد من الوحوش، فنعرف إن هذا الهجوم كان من البنت كانغ. فنشوف المجموعة اللي تحالفوا معاهم وهم قاعدين يمدحون ويطبلون على البنت كانغ، لكنهم في الحقيقة من داخلهم قاعدين يسبون ويشتمون عليها ويقولون أساسا كيف هي للحين لسه ما تعبت من كل هذا الصيد. لكن بعدها قائدهم ينتبه إن هيون قاعد يبعد عنهم، فعلى طول يسأله وهو يقول له على وين رايح، لكن هيون يقول له إنه رايح يشوف بعض الأشياء المهمة. فعلى طول القائد يوقفه وهو يقول له ترى بالمرة خطير إنك تروح على أي مكان لوحدك، وعشان كذا لازم إنك تاخذ واحد معاك. وعلى طول ينادي على واحد من مجموعته واللي يكون اسمه وان ويقول له مو بأنت قلت لي من شوي إنك كنت بتروح الحمام فليه ما تروح معاه؟ فعلى طول يبدأ وان إنه يتوتر وهو يقول له إيه من الجيد إنك ذكرتني. لكن في نفس الوقت نسمع هيون وهو يكلم البنت كانغ عن طريقة تخاطر ويقول لها إنه أول ما يروح من هذا المكان فأكيد إن هذول الأشخاص راح يبدون في خطتهم، فعشان كذا يا كانغ إذا صار أي شيء فبيك إنك تتصرفين بالطريقة اللي تشوفينها مناسبة. وعلى طول بعدها هيون يسيب البنت كانغ ويروح مع الولد وان، لكن الغريب هو إنه طول هذا الوقت كان الولد وان بالمرة ما يتكلم. فيبدأ هيون إنه يكلمه وهو يقول له اسمك كان هو وان مو بكذا، ترى من شكلك واضح إنك بالمرة ما أنت بخير، فهل في أي شيء مزعجك؟ لكن هيون بالحقيقة يكون عارف كل شيء ويقول إن الثلاثة اللي مع وان في الفريق فمن الواضح من كتبهم إنهم أشرار بالكامل، لكن وان هو الوحيد من بينهم اللي كان كتابها بشكل طبيعي. فعلى طول يبدأ وان في هذه اللحظة إنه يتوتر وهو
يسأل هيون يقول له انت تكون هو هيون مو بكذا، وعلى طول يقول له لو سمحت اتمنى انك تهرب من هذا المكان وبسرعة. واول ما وون يسوي هذا الشيء على طول كل الملوك ينصدمون من تصرفاته، وكمان يطلبون من هيون انه يسأل وون اذا كان شريك مع النباشين ولا لا. لكننا اول ما نرجع لوون نشوفه وهو قاعد يرتجف يبدأ انه يتعرق، ويقول لي هيون اعرف انك بالمرة ما راح تصدق الكلام اللي راح اقول لك اياه الحين، لكن الثلاثة اللي معانا في الفريق بالفعل يكونون قتلة. ويعرف هيون ان القائد بايك يكون هو الشخص اللي اجبره على انه يروح معاهم، وكمان يقول له ان القائد بايك قال لهم انهم راح يقومون بقتل الاشخاص، وبالوقت اللي وون حاول انه يرفض كان القائد بايك راح يقتله، فعشان كذا هو الحين يعتبر نفسه مجرم مثلهم. وهذا لانه حتى من بعد ما عرف كل هذا بالمرة ما سوى ولا شيء. وعلى طول يقول لهيون انه الحين راح يرجع ويقول للكل انه قام بقتل هيون، فعشان كذا اتمنى انك تهرب من هنا والحين. ويعرفها انها باول فرصة فاكيد انه راح يساعد امبراطورة السيف هي كمان. فيقول له هيون طيب اذا تم الامساك فيك فمو بهذا راح يخلي وضعك انت والبنت كانك في خطر اكبر، والاهم من كل هذا هو اساسا ليه انتم تبون تقتلونه. فيقول له وون بصراحة انا بالمرة ماني متأكد، لكن كل اللي اعرفه هو انه في راوي من قسم بالمرة مشهور هو اللي امرهم بانهم يسوون هذا الشيء، ووقتها هو قال لهم انه راح يقوم بعمل عقد معاهم اذا نجحوا في هذه المهمة. واول ما هيون يسمع هذا الكلام على طول يبدأ انه يبتسم وهو يقول له راوي من قسم بالمرة مشهور مو بكذا. فعلى طول نبدأ بهذه اللحظة اننا نشوف بعض الملوك وهم بالمرة معجبين من شخصية وون، لكن في نفس الوقت نشوف بعض الملوك وهم يقولون عن وون انه بالمرة مثير للشفقة. فيبدأ هيون انه يقول في نفسه بالبداية انا كنت مخطط اني اسوي فيه نفس اللي كنت راح اسويه في فريقه، لكن الظاهر الحين اني بالمرة مو بلازم اني اسوي هذا الشيء. فعلى طول هيون يسيب وون وهو يقول له اعتقد اني بالمرة ما امتلك اي خيار ثاني، فعشان كذا خليك هنا. لكن وون بالمرة يستغرب منه ويقول له وش اللي قاعد تقصده في هذا الكلام. فيقول له هيون هل بالفعل تعتقد اننا نكون اغبياء، وغير كذا اساسا ليه من الممكن انه نوثق في اشخاص جولي عندنا كذا فجأة. فعلى طول وون ينصدم بهذه اللحظة ويقول له هيون دقيقة هل معنى هذا الكلام انكم بالفعل كنتم تعرفون كل هذا من البداية؟ فيقول له هيون بصراحة ايه، لكن انت بالمرة مو لازم انك تخاف، وهذا لانك بالفعل اثبتت لنا انك ما تكون شخص سيء. فعلى طول يبدا وون انه يسأل هيون وهو يقول له طيب وش اللي راح يصير في امبراطورة السيف؟ لكن قبل ما هيون يرد عليه على طول هم الاثنين يسمعون صوت صرخات جاية من خلفهم. فيقول له هيون بكل برود اعتقد ان كل شيء بالفعل انتهى الحين، لكن وون من الصدمة يسأله وهو يقول له وش اللي تقصده بانه كل شيء انتهى. واول ما ننتقل الى مجموعة النباشين نشوفهم كلهم وهم طايحين على الارض. فعلى طول هيون يقرب عليهم وهو يقول لهم بشماته اعتقد انها بالمرة ما راح نحتاج انها نربطهم حتى. وعلى طول بعدها يناظر على البنت كانج باستغراب ويقول بصراحة انا بالبداية كنت اعتقد انها راح تضعف وتقول انا بالمرة ما راح اتمكن من القتال ضد البشر، لكنها بالمرة ما يفكر كثير وعلى طول يبدأ انه ينادي عليهم وهو يقول لهم لا تقولوا لي الحين انكم تبون تنامون في هذا المكان للابد. واول ما القائد يبدأ انه يستيقظ على طول يعصب ويبدأ انه ينادي على وون، وكمان يسيب ويشتم عليه ويقول له يعني انت اللي فضحت خطتنا يا الخاين مو بكذا. وبعدها يسيب ويشتم عليه اكثر وكمان يهدده بانه راح يخلص عليه، لكن قبل ما يخلص كلامه على طول هيون يرفسه ويطيحه في الطين ويقول له ان اسمك يكون هو بايك وو مو بكذا، والظاهر انك بالمرة ما تعرف الموقف اللي دخلت نفسك فيه، فليه ما تخليني اعرفك بنفسي. وعلى طول يقول له انت تكون بايك وو جامع من الرتبة السابعة، لكنك متخصص في النبش وقتلت عشرات الاشخاص، وكل هذا بدون ما اتكلم على انك متعاون مع عصابات وتهريب الممنوعات وكمان الاتجار في البشر. واليوم بهذه المرة حاولت انك تقتل رجل غير معروف مع امرأة ينادوها بامبراطورة السيف واللي صارت مشهورة بشكل مفاجئ مو بكذا. وعلى طول يناظر عليه بنظرات ممتلئة بالحقد وهو يقول له يلا قل الحين مين يكون هو الشخص اللي استأجره. فعلى طول يبدأ القائد بايك انه يضحك في وجه هيون وهو يقول له طيب وش راح تسوي اذا ما قلت لك؟ هل راح تقتلني؟ اساسا انت هل تمتلك الجراءة عشان تتحمل كونك قاتل؟ فيقول له هيون بصراحة انت بالمرة وقح، فهل معنى هذا الشيء انك بالمرة ما انت خايف من القانون؟ فيقول له القائد بايك باستغراب قانون؟ هل القانون هذا راح يقوم باعدامي؟ على فكرة اذا ما كنت تعرف فما فيه بالمرة مثل هذا القانون في هذه البلاد، واسوأ شيء ممكن انه يصير لي هو اني راح ادخل السجن، وبصراحة ترى انا بامكاني اني اتحمل هذا الشيء. واول ما الملوك يسمعون هذا الكلام على طول يطلبون من هيون انه يقوم بقتل القائد بايك، لكن في نفس الوقت نسمع القائد بايك وهو للحين لسه قاعد يكلم هيون ويقول له اذا كنت مجنون فابيك انك ترسلني الى داخل السجن، لكن قبل كل هذا لازم تعرف انه في الوقت
اللي راح اخرج من داخل السجن فاول شيء راح اسويه هو اني راح اقوم بقتلك انت. فعلى طول يبدا القديس ميشيل في هذه اللحظة انه يتدخل ويقول لهيون ان هذا الشرير بايك لازم انه يتعاقب على كل خطاياه. لكن في نفس الوقت نسمع القائد بايك وهو يقول لهيون وش بلاك صرت هادئ كذا فجأة؟ ترى كان من البداية لازم انك تفكر مليون مرة قبل لا تسوي الشيء اللي سويته الحين. لكن هيون على طول يخرج سيفه وهو يقول له هل انت متأكد من الكلام اللي قلته الحين؟ وقبل القائد بايك يرد عليه على طول نشوف هيون وهو يقتل زميله. واول ما القائد بايك يشوف هذا الموقف على طول يبدأ انه يتعرق من كثر الخوف. لكن هيون بالمرة ما يسكت وعلى طول يبدأ انه يقطع في زميل القائد بايك اكثر. وبعدها يقول له طيب وش رايك الحين بهذا الجواب؟ فعلى طول القائد بايك والبنت اللي معاه يرعبون من هيون اكثر. لكن هيون بالمرة ما يهتم، بالعكس يبدأ انه يبتسم في وجههم. فعلى طول هم الاثنين يبدون انهم يترجون هيون عشان يسامحهم وكل واحد فيهم يرمي اللوم على الثاني. لكن من الواضح ان هيون بالمرة ما يبي يسمع اكثر من كذا وعلى طول يرفع سيفه عشان يخلص عليهم. لكن في اخر لحظة نشوف البنت كانغ وهي توقفها من خلفه. فعلى طول هيون يستغرب من تصرفات البنت كانغ لكنه في نفس الوقت يقول اكيد انها الحين تعتقد ان الشيء اللي قاعد اسويه الحين يعتبر سيء من وجهة نظرها. وقبل لا هيون يكمل تفكيره نشوف البنت كانغ وهي تخرج سيفها وبدون اي مقدمات على طول تخلص على البنت الشقراء. والظاهر ان البنت كانغ بالمرة حاقدة عليها عشانها خلتها تبكي على هيون. وبصراحة من الصدمة حتى هيون نفسه ما يصدق الشيء اللي صار قدامها الحين. فيقول هو لسه مصدوم الظاهر اني بالفعل قللت كثير من البنت كانغ. واول ما القائد بايك يلاحظ انها بالمرة ما تبقى غيره يبدأ انه يرتجف هو كمان. لكن البنت كانغ بالمرة ما تتوقف من بعد كل اللي سوته وعلى طول تتوجه الى القائد بايك وهي تقول لهيون خلينا اخلص على هذا هو كمان. فوش تتوقعون اللي راح يصير في الاحداث الجاية؟ وهل تعتقدون ان هيون راح يخلي القائد بايك على قيد الحياة في مقابل انه يقول له مين يكون هو الراوي اللي اجبره على انه يقتل هيون والبنت كانغ؟ والاهم من كل هذا هو برأيكم وش راح يكون هو مصير الولد وون؟ وهل هيون راح يغير رأيه فيه وراح يخلص عليه هو كمان؟ كل هذا راح نعرفه بالاحداث الجاية. لكن لين ذاك الوقت لا تقصرون باللايك والشير وسبسكرايب وانشروا المقطع في كل مكان وفي كل الجروبات حتى راعي بقال جنب بيتكم. وبس شكرا على المشاهدة، سلام.